شهد النادي الأهلي يوم السبت العديد من الأحداث المهمة فيما يخص الفريق زيادة معاناة النادي الأهلي من كثرة الأصابات بعد إصابة إمام عاشور لاعب الفريق في ودية منتخبنا الوطني أمس. وجه إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر والنادي الأهلي رسالة عبر حسابه على إنستغرام عقب إصابته في الكتف خلال مباراة الفراعنة مع نيوزيلندا. أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين والحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله على كل شيء. استقبل النادي الأهلي اليوم وفدا من نادي الهلال السوداني، على رأسه هشام السوباط رئيس النادي، وضم كلا من أعضاء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية والرياضية في النادي الشقيق، والذين حرصوا على الحضور لتقديم واجب العزاء فوفاة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي. تمسك الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بعودة الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لاعبي الفريق من السعودية قبل سفر بعثة الأهلي لتنزانيا لمواجهة سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.